تعرف ان انت لازم تاخد كل احتياطاتك اللازمه من اليومين دول. تسالني تقول لي اليومين دول اشمعنى اليومين دول؟ هقول لك ببساطه ان درجه الحراره الصبح بتبقى عباره عن فرن وبالليل بتبقى فريزر، فانت بجد لازم تاخد بالك كويس جدا في الجو بتاع اليومين دول. ليه بقول لك كده ومهول الموضوع ومكبر الموضوع بالطريقه دي؟ وده لسبب بسيط جدا. تعالى امثلها لك كده علينا احنا كبني ادمين. اعتبر نفسك كده في ليله ساقعه جدا، انت مستحمي بدش ميه سخنه وهوب دخلت على البلكونه تجيب مثلا غيار او تجيب فوطه، ايا يكن ايه السبب اللي دخلك البلكونه في الوقت ده. فانا بضمن لك ان انت ساعتها هتتعب جدا وممكن تعرض حياتك فعلا للخطر. نفس اللي انا قلته لك ده هو بيحصل برضو مع اسماك الزينه ومع كائنات تانية كتير، بس احنا كلامنا النهارده عن سمك الزينه بالذات لو انت لسه شاري سمكه جديده، لان السمكه في المزرعه بتاعتها او في البيئه بتاعتها هي البيئه ديت مختلفه تماما عن البيئه اللي انت هتحطها فيها، البيئه الجديده اللي هي حوضه. طيب هتقولوا لي زهقتنا يا عم عبده، انت دلوقتي نجيبوا السمك ازاي ولا نعمله ايه؟ ضروري يكون معانا ده نوع من انواع الترمومترات اللي موجوده عندنا في المحل. ده بيكون ملزوق على الحوض بيعرفك درجه الحراره بالالوان اللي بتظهر على الشرايط ديت، لان هنا الخامه اللي معمول بيها خامه حساسه جدا للحراره. في كذا نوع، مش النوع ده بس، في الزئبقي، في اللي هو بيتلزق، في الديجيتال، في كذا حاجه. المتوفر عندك هاته. تعرف ان احنا في الشتاء نقدر ما نشغلش سخان لانواع كتير بيتقال عليها ان هي المفروض ليها سخان، لان الشتاء درجه الحراره بتكون ثابته بشكل نسبي، وكذلك هذا في الصيف. عشان كده السمك ما بيتعبش في الشتاء كتير وما بيتعبش في الصيف كتير. التعب كله بيحصل في تغيير الجو، اللي هو الصبح سخن وبالليل ساقع جدا. الجماعه اللي درسوا لنا واحنا عيال صغيرين قالوا لنا ان مصر جوها معتدل. لا يا جماعه، مصر مش جوها معتدل. مصر الجو بتاعها صعب صعب صعب، في الصيف صيف وفي الشتاء شتاء. المهم والمبدا العام ان انت تفضل مشغل السخان، يعني حاول تخلي درجه حراره السخان متناسبه مع كل الاسماك اللي موجوده عندك في الحوض. مش هقدر اقول لك درجه حراره تكون معينه، لكن هو كمتوسط من 25 او من 24 لغايه 26 كمان. ولازم دوت يكون موجود، لان اصلا السخان عندك ممكن يكون بيخرف، السيرموستات بتاعه بيخرف، فانت تكون ظابطه على 26 يفضل يرفع 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 لغايه لما يوصل لك الميه ان هي قربت تغلي اصلا. لكن ده بيغنيك او بياكد لك انت في منطقه الامان ولا لا. خلينا نكمل واحنا قاعدين عشان اتحركنا ياما عملنا مجهود. المهم بالعربي كده ده لازم يكون موجود عندك، ولازم تفضل مشغل السخانات وحاول ان انت تزود التهويه، لان كل ما الحر بيعلى كل ما نسبه الاكسجين في الميه بتقل. ومرض النقط البيضاء ده بالذات لان هو بيجي اصلا بسبب درجات الحراره، ده يعتبر زي ما نقول كده البرد عندنا، او بيجي بنفس السبب اللي بيجي لنا منه البرد، نقدر نقول كده. فانا بدون مبالغه عايز اقول لك ان 90% من سبب موت الاسماك بالامراض ان انت ما بتلحقش الموضوع دوت في اوله. ادويه ايه اللي المفروض تكون موجوده عندنا عشان خاطر اول ما المرض يجي لنا نبتدي نلاحظ المرض ظهر على السمكه نخش بشكل مباشر تدخل سريع بالادويه. طيب ادويه زي ايه؟ ادويه لازم يكون عندنا مضاد حيوي، ومن اكتر الحاجات المنتشره هي الاوكسيتتراسايكلين والتتراسايكلين، ودواء للامراض المعويه ممكن نتكلم على دوت في حلقه منفصله، ودواء للامراض الخارجيه بخامات ممكن تكون مستورده لكن يعني جوده مرتفعه. يعني عندك الميثيلين بلو مضاد عام للفطريات، بيعالج الفطريات اللي بتطلع على البيض، فبينقذ لك جزء كبير من البيض، بالذات هنا في مصر بيض الانجل. بس في خلطه تانية معموله لبيض الانجل وبيض الاسماك هوريها لكم فيديوهات تانية. الاتنين دول مضادين قويين جدا للفطريات، برمنجانات البوتاسيوم قوية جدا ان انت تقدر تطهر بيها الحوض وتقدر تعمل بالاتنين حمامات للاسماك. الجرعات مكتوبه، وباذن الله امازون بيوري هتوفر الايام اللي جايه عندكم في القاهره، وعندي هنا في اسكندريه محلين في القاهره ومحلين في اسكندريه. هسيب لكم كل الاماكن اللي موجوده فيها المنتجات ديت تحت في التعليقات، وما تنسوش تخشوا على صفحتنا نقاء الامازون او امازون بيوري على فيسبوك. بنعرض كل حاجه موجوده في المحل وكل حاجه تخص المنتجات بشكل تخصصي، وان شاء الله هركز لكم الفتره اللي جايه. شكرا لو كملت معايا لحد هنا، ويلا سلام عليكم.